اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. مرحبا بكم أخواني المؤمنين والمؤمنات في فقرة جديدة زادك في دقيقة. ما زلنا معكم في رحاب حقوق الزوجة على الزوج. وصلنا إلى الفقرة الأخيرة وهي الآداب مع الزوجة، بعدما ذكرنا الأدب الأول وهو إطعامها بيده، والأدب الثاني الجلوس معها، والأدب الثالث خدمة البيت معها. ذكرنا شيئا من هذا الأدب الثالث وهو خدمة البيت معها. نكمل هذا الأدب الثالث حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، ساعة في خدمة البيت خير من عبادة 1000 سنة و1000 حج و1000 عمرة، وخير من عتق 1000 رقبة و1000 غزوة و1000 مريض عاده و1000 جمعة و1000 جنازة و1000 جائع يشبعهم و1000 عار يكسوهم و1000 فرس يوجهه في سبيل الله، وخير له من 1000 دينار يتصدق على المساكين، وخير له من أن يقرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، ومن 1000 أسير اشتراها فأعتقها، وخير له من 1000 بدنة يعطي للمساكين، ولا يخرج من الدنيا حتى يرى مكانه من الجنة. يا علي، من لم يأنف من خدمة العيال دخل الجنة بغير حساب. يا علي، خدمة العيال كفارة للكبائر، ويطفئ غضب الرب ومهور حور العين، ويزيد في الحسنات والدرجات. يا علي، لا يخدم العيال إلا صديق أو شهيد أو رجل يريد الله به خير الدنيا والآخرة. انتظرونا في الحلقة القادمة حول حقوق الزوج على الزوجة. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.